الرحمة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليك. اللهم فصل وسلم وبارك عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه. واغتني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطاياه. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه. وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأسباع ومن والاه. واستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطاء وخطاه. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحلى المسامع بحلاه. واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. حاضر اللهم قدره الكريم. الله يا الله بعافية شازم من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدا خصاله السنية ابن حاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصي في بلاد خضاعة الخطية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنصب البطون القريشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير والرطماء ابن مالك بن النضر بن كناية بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أحدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله
الله تعالى ولبى ابن مضر بن نذار بن معد بن عدنان، وهذا سلق نظمت فرائده بنان السنة السنية، ورفعوا إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه، وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى، فأعظم به من ضعفة تألقت كواكبه الدرية، وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. نسب التعسير ولا بعلا قلدتها نجومها الجوزاء حتى ذائق الوصول بل وفخار التكيل يتيمة الأسماء، وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من صفاء الجاهلية. أورد الزين العراقي وارده في مورده الحني ورواه حفظ عليها كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صرنا لاسمه تركت تصفها فلم يصر المعار من آدم وإلى صرى نور النبوة في أسارير الغرر ملبهية، وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدقة آمنة زهرية، وخصص القريب المجيب لأن تكون أما لمصطفاه، ونودي في السماوات والأرض بحبلها بأنواره الذاتية، وصدى كل صف لهبوب نسيم سماء، وكسيت الأرض بعد طول كدبها من النبات حلالا سندسية،
وعينعت انتماعا وأدنى الشجر للجاني جناح ونطقت بحمله كل دابة لقريش لفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأكوان وتباشر الصقوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأسى حمية وبشرت الجن بإغلال زمنه وانتهكت الكهنة وراهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت لسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اهتز بأقوال بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا ثقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه الصلاة حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الخطيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ